السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم العيش الفلاحي، وهقول لكم اسرار جديده ما قلت لها لكمش الدار اللي فات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي كانت في ايدي دي خميره. الخميره في الشتاء بنحط كميه كبيره عندي لو هتعملي عجين كتير زي ما انا بعمل. اما لو هتعملي في الحراره عجين كتير عادي، الخميره ما تبقاش كتيره لان الحراره بتخلي الخميرة تختمر معاك بسرعة. انا هعمل حوالي 3 تحجاج او 3 مكيال من المكيال اللي احنا بنكيل بيه ده. المكيال ده بيشيل حوالي 2 كيلو، فانا هعمل حوالي 6 كيلو من الدقيق. ال6 كيلو من الدقيق، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حطيت لهم خميرة حوالي مقدار ليمونة واحدة. لو في الشتاء هتحط لهم حوالي مقدار ليمونتين، اما في الحرارة تحط مقدار ليمونة واحدة عادي. انا كنت عايزة اسجل لكم الفيديو بصوت يعني عادي على الطبيعة، بس العيال كانوا حواليا وكانوا يعني عاملين صوت جامد فغطى على صوت الفيديو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الدقيق ده احنا بنبقى عاملينه على 3 درجات. لازم تغسليه وتنضفيه كويس، اللي هو القمح، بعد ما تغربليه وبعد كده تخليه لحد تاني يوم يقعد معاك يعني يوم او 2، وبعد كده تروحي تطحنيه في البابور. طبعا انا حطيت هنا مقدار آه ليمونة واحدة من الخميرة بس، وحطيت حوالي معلقتين ملح، معلقتين من الملح للمقدار التلات تحجاج او ال6 كيلو. ما تكتريش ملح. طبعا انا هنا كل دور بدوب الملح واحطه في الكوبايه. طبعا عشان الملح ناعم معايا فما دوبتوش، انا حطيته على طول على الدقيق. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس بتحط المية في الأول، أنا عادي يعني تحط المية في الأول مقدار نص المية وتنزل عليها بالدقيق، وبعد كده تبقى حاطة في مقدار نص المية آه الخميرة، أو عادي تدوبها في كوباية وتضيفيها عليها بعد كده، وتمسك العجين تعجنيه واحدة واحدة ولحد ما يبقى معاكي تمام. طب لو انت عجنت العجين ولقيتيه لسه فيه زغاميد او لكاليك او حاجات زي حباب الذرة او زي حباب الشام كده، فده العجين ده عمل معاكي ايه؟ في ناس عندنا يعني بالبلدي بالصعيد كده تقول يا ده عمل معاكي زي كشك وبيض. كشك وبيض يعني ايه؟ يعني في مخرز، يعني لو مخرز هتعمل له ايه؟ هتخليه انت تخلي العجينه في الحراره ناشفه شويه، لان العجينه في الحراره مش زي الشتاء، بتحل معاكي شويه. فلما ما تحل معاكي شويه، انت لو مش عاجنه العجين كويس وفي حبه زغاميد او حبه حاجه زي حبه الشام كده، فطبعا ده يبقى ان انت مش طبعاه كويس ولا عجناه كويس. لازم تدب بايدك العجين كده علشان نسري فيه الخمر. ولما تيجي تعجن العجين في الاول خالص لازم تقلب العجين كويس بحوالي نص الميه، وما تحطيش كميه ميه قليله. لو حطيتي كميه ميه قليله قوي وفضلت تقلبي في العجين فهو ده اللي بيخليه يربي معاكي اللكاليك او الزغاميد. فانت تحط نص كميه الميه، وبعد كده هويتي تزود الميه حبه حبه وتعجنيه وتملكيه في الحرارة. كل ما تملك العجين وتخليه شديد فم، كل ما تاخدي عيش يعني بسم الله ما شاء الله عليه. لو انت اول مرة تعمل العجين دوا خليه العجينة ناشفة حبة عن اللي انا بعملها كده، لان احنا يعني احنا متعلمين يعني الخبيز. فلو طرية معاك بالشكل ده طبعا مش هتغلبنا انا، لان احنا الجمحة بتاعتنا كل ما تروح بتشد مش بترخي. لكن في جمحة ما تبقى ساخة هتعرفها العجينة اتعجنت معاك ازاي، هتلقاها خلعت من ايدك حبة، وتمسكي حتة وتمسكي رغيف منها كده وتروحي مجرصاه على العجينة من فوق. لو ساح معاك خالص يبقى، لو ساح قوي وسايب يعني يبقى العجينة عايزة حبة دقيق. لو مسك نفسه كده وحلو يبقى العجينة تمام. لكن لو خلصت عجين، اول ما تخلص عجين في ناس بتحط حبة دقيق على وش العجين، وفي ناس بتحط حبة مية وتسويه يعني براحتك. في ناس بترش رشة دقيق كده علشان تعرفوا لما يجي يختمر. طبعا العجينة هتحطيه في حاجة يعني الكمية، يعني الحاجة اللي انت هتحط فيها تشيل قد الكمية دي ضريا دقيق قبل ما تعجني، علشان لما يجي يفور او يجي يختمر معاكي ويجي يملى يبقى فيه فضار، يجي يملى اللي هو ايه العجان اللي انت بتعجني فيه او الحلة او اي حاجة بتعجني فيه. يعني الحاجة اللي بتعجني فيها تشيل قد كمية الدقيق ضريا.
علشان يبقى فيه مكان للخمر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هنا بتفل او بحط النخالة. انت طبعا لو اول مرة تعجني وتيجي تجرصي، لازم تحط النخالة اقل حاجة زيادة عن نص سنتي، علشان لما تيجي تلقطيه لو اول مرة يعني تخبزي ما يلزقش معاك. لو كمية النخالة كانت كتيرة شوية حبة يعني تحتيه وانت لسه بادئة جديد في التجريص ولسه بادئة جديد في العجين وكده ومش عارفة تحط كمية النخالة قديها، كتر كمية النخالة شوية عن الكمية اللي احنا بنعملها. احنا طبعا اي كمية نخالة لو مش كتيرة جوا برضو بنعرف نلقط بيها، علشان احنا يعني بنعرف نخبز. هقولك لو العجينة قشفت منك هتعملها ازاي. لو العجينة بتقشف منك يعني بتعمل وش كده وينشف وش الرغيف، طبعا ده ويجي وانت بتخبزيه يبقى انا مخليالك رغيفين في الاخر او رغيف بخبزه. وهقولك احنا بنعمل له ايه. انا خليتهم يعني مغططهمش علشان اوريكي يعني العيوب اللي احنا بنعملها والمميزات اللي احنا بنعملها. لو ربى وش قشرة كده على الوش وانت بتخبزيه او لقيتيه نشف وش الرغيف، فطبعا ده عيب الهواء او انت ما غطيتهوش. بعد ما تجرس العجين معاكي بالشكل اللي احنا بنجرسه كده، يعني هي تروحي بعد ما يسيح حبة حوالي دقيقتين تروحي مغطية معاكي العجينة لو في الحرارة، وتحطيها لو في الحرارة يعني بنولع الفرن على طول بعد ما نخلص تجريص، علشان لو خدتي العجين في طورته او في وقته وهو في الحرارة يعني ايه هيطلع معاك العيش كله منفخ وحلو وجميل وتحفة. لو في الشتاء هتخليه حوالي اقل حاجة ربع ساعة بعد ما تجرصيه او نص ساعة، علشان يسيح معاك ويفك. وطبعا في الرصريص اللي هو الجو الساقعة ده يفك معاكي ويختمر يا رب بقلل على وشه كده، يعني تلقي الرغيف ساح معاك وعمل زي بقليل كده فتولع الفرن. لكن في الحرارة اول ما تخلص تجريص تولع الفرن. ويستحسن لو انت اول مرة تخبزي في الفرن او تعجني وتخبزي، ما تجرسيش على صينية زي اللي احنا بنجرس عليها دي، جرسي جوا طشت، علشان الطشت زي ده كده ليه حواف، علشان الطشت بيحمي العيش من الهواء اللي بيبقى جاي يخليه يقشف منك. فطبعا الطشت لو انت عندك صواني كبيرة عاشة زي اللي احنا بنجرس بيها دي وعاملة كمية قليلة وجرست في طشت حوالك هوا سواء في الحرارة سواء في الشتاء، حوالك هوا شديد او في هوا بينزل يعني وانت قاعدة في الحتة اللي انت بتجرسي فيها، هتروحي جايبة مثلا صينية زي دي كده وتحطها فوق الطشت. بس اهم حاجة صينية تبقى واسعة عن الطشت، علشان الصينية لو الطشت واسع وتيجي تحطيها يروح شايل معاك العيش كله، يعني عشان ما تقوليش ام عمر قالت لي كده وتدعي عليا. انا عايزاكي تدعي لي وتحطي لي لايك جميل منك كده، ولو اول مره تشوفي قناتي تشتركي في القناه. وهقول لك كل حاجه على العيش الظلي وكل التفاصيل عن العيش الظلي من اول العجين لحد ما تخبزيه ويتنفخ معاكي. وهقول لك لو العيش مش بينفخ معاكي وانت بتخبزيه على المطرحه هقول لك العفه ايه، ولو بينفخ من جنب واحد والجنب التاني مش بينفخ هقول لك يعني اذا برضو عاب ايه. بس خليك معايا لاخر الفيديو. ولو بيجشف منك هقول لك تعمله ازاي علشان يقوم معاكي، علشان اللي بيجشف ده مش بيبقى عايز يقوم وفي نفس الوقت بيبقى بيختلف عن العيش، وتحس ان العيش اللي انت خبزاه دوا عليها قشره كده، مش اللي هو العيش اللي متساوي وجميل كده. ولو انت حطيت الملح كمان، الملح ما تحطهوش وانت بتعجن، الملح ما تحطوش جوه اللي هي العجين جوه الخميره، انا اسفه يعني. لو حطيتيه مع الخميره جوه الكوبايه اللي انت بتدوبي فيها الخميره او جوه الميه اللي بتدوبي فيها الخميره، بيروح وانت بتخبزيه بيرب قشر على الوش كده ويرب نقط سودا وفجافيك سودا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى اقول لك لازم تمسك المطرحه زي ما انا ماسكاها كده، هتمسكيها من فوق كده وتخبز العيش زي ما شفت كده، هيطلع معاك مدور وتحفه، وتروحي رمياه في الفرن بالشكل اللي انت شفتيه ده. ولو العيش ما جامش معاكي بالشكل دوا هقول لك يبقى ممكن انت وسعت الرغيف زياده، يعني وسعتيه على المطرحه زياده، تيجي تحطيه على الفرن ما يقومش معاكي زي ما هو جاي معايا في الفرن كده. ولو انت هتخبزيه بالشكل ده ده الرغيف المجشف او اللي هو عامل قشر على الوش. الرغيف اللي عامل قشر على الوش ده طبعا مش هيبقى راضي يقوم معاك، ده رقم واحد. رقم اتنين مش هيبقى شكله زي العيش اللي انت عاملاه. رقم تلاتة مش هيبقى شكله حلو كده ومنقرش وشكله جميل، هو هيبقى زي العيش وكل حاجه بس ممكن مرضاش يقوم معاك. طبعا انا هقولك طبعا الرغيف اللي انت شايفاه من جوه ده
انا هقول لك لو الرغيف جه من جنب واحد والجنب التاني ما جامش معاكي بالشكل ده، يعني في حته كده مش جايمه، اضربي بالنشوة على الجنب اللي هو جايم، فالجنب التاني يروح جايم معاكي. ده طبعا لو انت مش هزاه غلط يعني على المطرحه، علشان لو هزتيه على المطرح ونجر معاكي من النص فهيقوم من الحوافي وفي النص ما يرضاش يقوم. لكن لو هزاه صح وعاملاه زي ما احنا بنهز الرغيف كده، طبعا هيقوم معاكي كله. طبعا وهقول لك حاجه تاني، معلومه تاني، لو الرغيف بيتحرق معاكي من قعره، هقول لك وبيبقى فيه رد على الفرن، وانت لازم تنفض، يبقى كده ايه انت في غلط عملتيه، يبقى في لازم تنفض المطرحه في اخر يعني ايه اخر خبزه، اخر حاجه وانت بتخبزيها كده تنفضيها، لانك وانت بتنفضيها مش هتخلي فيه اي رده تيجي على الفرن، لو في اي رده جت على الفرن تحت الرغيف هيروح مجشف منك. وهقول لك تاني، انا ما اجيب لك كل العيوب والمميزات اللي احنا بنعملها. لو الرغيف مجشف معاك بالشكل اللي انت شايفاه ده طبعا ممكن ما يقومش معاك، لكن احنا طبعا عارفين طورته يعني بناخده في طورته فبيقوم معاك. لو سبت العيش في الحرارة زيادة عن المدة اللي انت هتخبزيه فيها، فهتلقيه ساح منك وقام زيادة عن اللزوم، وهتيجي تخبزيه فما يرضاش يقوم معاك، ده كده بيبقى ايه الخمر زاد عليه. وطبعا في الحرارة تنقص الخميرة شوية، وفي الشتاء تزود الخميرة شوية. طبعا شايفين في رغيف من جوه خالص اللي هو في الجنب اللي هو الرغيف اللي لسه ما طابش ده، من جوه في رغيف جاي من الجنوب ومش جاي من النص. اللي مش جاي من النص ده ليه؟ لان ده نجر على المطرح، انا حبيت اعمله لكم كده عشان اوريكم نجر على المطرح ازاي. يعني وانت بتخبزيه فضلت توسع فيه لحد ما ايه جه من النص، وراح عمل فاصل حبه كده، يعني تحس ان المطرح هتشربه على المطرح كده. هتشربه ازاي؟ يعني ايه هتحسيه ان هو هيلزق من النص في المطرح ده، طبعا تعرفيه على طول ان هو مش هيقوم. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه، ولا اول مره تشوفي قناتي نفسي تدعميني وتشتركي في القناه وتحطي لي اللايك، عشان اللايك بيفرق معايا وبيخلي الفيديو ينتشر، والتعليق الحلو منك بيشجعني ان انا انزل تاني. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل معلومه انا عارفها عن العيش البلدي او العيش الظلي او العيش الفلاحي بقولها لكم. طبعا لو العيش جاي معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده والقعر بيحمر منك قوي، فطبعا توطي القعر يعني خالص، تخليه نمله كده اول ما الفرن يسخن معاكي، علشان القعر يبقى منقرش وحلو بالشكل اللي انت شايفاه ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويبقى معاكي العيش تحفه. ما تنسيناش في اللايك.